بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد درس 12 من دروس شرح متن ابن عاشر رحمه الله. ذي درسني عدان رقم 11 نبغض نشرح فضائل الوضوء، غرسي نحبس أو مستحبات الوضوء، نعيدها بسرعة مراجعة خفيفة. ند لن 11 فضيلة، 11 مستحب. باختصار أمزورو ند المكان الطاهر. سبحان الله، ولذ كان لأنه نتعلم الفقه ونتعلم الأدب في الوقت نفسه. درك أي واحد يروح الخارج مثلا بلاد الغرب ولا يلاحظ عندهم نظافة ذي الأحياء، لي سيتي زدييث، الباطمات ما شاء الله، لي سيسباس بير الله يبارك، كل شيء يقرز. ولكن في خاصة أنفسهم لا، مفهوم؟ تدخل من أماكن ولاش الوضوء ولاش شمان، سيتادير تفغنكش من هنا محمد رسول الله. ثقي لاحظتها في بعض المناسبات كسقرا سبحان الله، سيفري عجبغ الحال، يعني لها كي يشوفوها كذا الله يبارك، نظافة الأحياء، نظافة العمارات، ما شاء الله، نعترف بذلك. الحكمة ظلة المؤمن، وربنا لا تبخسوا الناس أشياءهم. ولكن في خاصة أنفسهم ما كانش طهارة، ما كانش. نرجع إلى الإسلام نلقاو كل حاجة مبنية على الطهارة. الغسل طهارة تسدي، الوضوء ممكن الإنسان يتوضأ 5 مرات في اليوم، 5 مرات أو 3 مرات أو مرتين، كل واحد حسب صحته حسب ظروفه. زيد طهارة الثوب، معناه لازم في الصلاة تكون لابس ثوبا طاهرا، تسدي ذي اللبسة. طهارة المكان، تسدي ذو مكان. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أن امرأة ماتت، هو كان يسأل عنها باستمرار. يوم أن سأل عنها أين هي، قال ماتت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين قال لهم علاش ما خبرتونيش؟ الصحابة صلوا عليها ودفنوها عادي، وصلاة الجنازة فرض كفاية، وفرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. وبعدين قال لهم علاش ما خبرتونيش؟ واش كان دير هذا؟ وراح صلى وهي مدفونة في قبرها، ما حرمهاش من بركة الصلاة نتاعو صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة الفضل تاعها كانت تنظف المسجد، تقوم المسجد كما ورد في الحديث. هذا هو، يعني باش نفهموا باللي فلسفة العمل في الإسلام، العمل في الإسلام عنده فلسفة خاصة. ما كاينش تمييز بين العمل، يقول لك هذا فلان يخدم ستيلون، فلان يخدم في الظل، يخدم في البيرو، ويخدم في التعليم، ويخدم في الإدارة، ولا يخدم في الفلاحة، ولا كل الأعمال. العمل شريف. في الفلسفات القديمة كاين تمييز بين الأعمال، كاين أعمال الشرفاء وكاين أعمال اللي فيها الشغل الشاقة وكذا. هذه العموم الناس المحقورين العبيد ولا غيرهم. ذي الفلسفة القديمين تمييز ديال الخدمه، ميدي ديالنا خاطئ. الخدمه اما صوت ناخذها فلاح، ناخذها باندر، وين يخدم البانتر، ناخذ وين يخدم ديال التجاره، ناخذ يخدم ديال القرايه، ياك ذي الخدمه. غير ديني غاولاكي باش ديني ثمطو ثاقي الزيز ديال الجامع وكيد الشغليس. النبي عليه الصلاه والسلام يفكيس زلزال القران يستقسى فلاس اسمي سنان ثموت نزول فلاس إناس أشي من غشور يتخبر مالا يروح يزول في الناس يثمق ضرث. وهذا أيضا من الأدلة استشهد بها العلماء في جواز الصلاة بالمقابر. هناك من قال بالكراهة إلى آخره، هذا الأمر نذكره في موضعه. لذلك المكان الطاهر تسديد بمكان، والسين استقبال القبلة، استقبال القبلة، وثلاثة التسمية. وذكرنا الإسقاطات، يعني متى تسقط القبلة إلى آخره. التسمية، القول بسم الله عند البداية، ذكرنا وهذا شرحناه فيما سبق من باب التذكير. الأمر الرابع تقليل الماء على العضو المغسول أو الممسوح، يعني الاقتصاد في الماء.
بنادم يتعلم الاقتصاد. قلت هناك فقه وهناك تربية في نفس الوقت. تصور إذا كان واحد موالف حياته كامل يصلي يبقى يصلي، وتعرفوا الناس اللي ما يصليش مسكين ما يرفع الجنابة. كاين اللي عاش 50 سنة بالجنابة لا إله إلا محمد رسول الله. وتقدرش نعرفوا هذا حنا نورمال. مي واحد آخر اللي مسكين بدا صلاة كيوصل 60 سنة ولا يتألم، يقول لك يا عجبة صافي أنا 50 سنة ولا 45 سنة ولا 40 سنة جامي رفعت الجنابة. كيفاش الناس يصفحوني، كيفاش يسلموا عليا، كيفاش ياكل الماكلة نتاعي، كيف ثم اللي يعرف واش راح له. أو 40 سنة راحت من حياته من المرة يصرف نادم أشو سيروحا مثل ديوار ربي سافريت الطاعة هذه زر أمشي قلا أمشي جوغال باللي العبد مريلي الجنابة يعيش الحياة تساوي الجنابة. لذلك الإسلام يعلمنا هذه الأمور فيها كما قلت في الأدب تقليل الماء على العضو المغسول أو الممسوح. فيه أولا فقه وفيه تربية على الاقتصاد في الماء. درك الآن راه جايين في الصيف وجاي رمضان وجاي هذه الظروف كاملة وكنتم عارفين الاقتصاد مازال ما نعرفولوش. ليكونومي ماشي كان اما ذي الميزانيه بخام، اما ذي الميزانيه تمورث، اما ذي الميزانيه الى اخره. اما حتى في امر الماء، والماء كما تعلمون ربي قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. سوره الماء، سوره الانبياء الايه 30 وجعلنا من الماء كل شيء حي. شفتوا الماء الآية 25 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. كما حتى توصل أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. لذلك يا جماعة الخير هو حياتنا. حتى الإنسان كيستخدم الماء يكون تعبان فشلان وكذا يتوضا وكذا وينتعش، والماء يعطي له طاقة يعطي له قوة. لذلك لابد أن نحافظ عليه. لذلك في المستقبل الدراسات كما قلت لكم سابقا نعطيها الإشارات باش المخ يخدم دائما. الدراسات الاستشرافية المستقبلية تقول الماء في المستقبل القريب إما يكون عامل سلم أو عامل حرب أمان. إزمار ديال السبان تلويث أماكن إزمار ديال السبان الحرب. لو كيف ولا قرن سامان صافي نورمال. مي لو كان خاصن ومان ولاش انظر الحيفه شو غيصراجو. لذلك الاسلام يدربنا على هذا الامر من خلال الفقه. الخامسا تقديم اليد او الرجل اليمنى على اليسرى. نحن امه التيامن كما ذكرنا. في 6 جعل الماء على الجهه اليمنى على اليمين، يعني الاناء هذه اللي في الجهه يفوس. وإناء وإن فتح ذكرنا هذا ما ورد في المتن. وبعدين ما إلى ذا فريق هكاكي تسمير يسعى فوضني وإناء يكون على اليسار. والسبعة الغسلة الثانية والثالثة. قلنا باللي الفرض غسلة واحدة. الآيتان الآية الخامسة والآية السادسة من سورة المائدة يول مرة السيرد ديال الوضوء يوث ثاني ذا الفرض فقط. مثلا غسل الوجه مرة واحدة فرض. اليدين إلى المرفقين مرة واحدة ماشي طروافة 3 ثيكال صافي. ثم زورث ذو الفرض ثيس ثلاثة في كذاكي السنة. مي غنديث مثلا ما إلا خص وما لا نلجأ إلى التيمم إذا كان القدر الموجود من الماء يكفي باش نتوضاو فقط بالفرائض ما يسمى بالأعضاء القرآنية. الأعضاء القرآنية التي وردت في الآيتين الآية الخامسة والسادسة من سورة المائدة يكفي. هذا يجزئ ولا يلجأ بعضنا إلى التيمم. من ليكوك الله يبارك صافي ما إلا تخدمم ياك 3 ثيكال كل كان الوضوء وقال ياك التيمم. ما إلا ثغم يوث اللوضو يوث انتكلت أن توضيك ذاش نخدم ذاكي أكوني خدمت كان يوث انتكلت باش أمان أغي كافي أن غاكل اللوضو ونصرح يارا إلى قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا.
واللي كان ميم ذي الميزان ذي الضبط سي لوجيك حتى من الناحيه المنطقيه منطق. لذلك نقول سقساني السمانه اللي فات واحد شاب قال اسكو كاع الشريعه فيها منطق؟ قلت له طبعا كل الشريعه فيها منطق، كل الشريعه فيها منطق. في مجال المعاملات فيها منطق، والاحكام معلله كما يقول العلماء في مجال المعاملات. في مجال العبادات كاين اجتهادات، طبعا نعبد الله ماشي حتى ندرك العله او الحكمه، نعبد الله بما شرع. ربي قال 4 ركعات، يعني السنه قالت 4 ركعات في العشاء، نصليو 4 ركعات ما نحوسوش. قال لك الوضوء تبدا باليدين وبعدين الفم وبعدين الانف، كاع لي زيتاب هذو. هذا ما كان نتبعوا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عثمان بن عفان، قال هكذا رايت رسول الله يتوضا صلى الله عليه وسلم. نتبعوا خاطر هذه الامور فيها الاتباع. الاتباع ماهوش الابتداع يلا، ولكن الاجتهادات نتاع العلماء كاينه. كيقول لك نغسل يدي هي الاولى سي نورمال باسكو الفيروسات تلتصق بالايدي اكثر، خاطر اكثر احتكاكا بالوجود بالموجودات هو اليدين، هما اللي يلتصقوا بالموجودات. هذا بيس، هذا كار، مش عارفين، هذه هذه التراه، وهذه سلعه وحطوا الفد وكذا. اغسلهم قبل ما توصل الماء لفمك، لازم يوصل طاهر صافي. سي لوجيك انزور ديك فاسن من بعد ذيمي، من بعد ايمي، خاطر حنا قلنا الماء، تعريف الماء. الماء متى يكون الماء طاهرا ويعني صالحا للعباده والعاده؟ اذا كان ماء فقط. ما يطلق عليه وصف الماء هو الصالح للوضوء، أليس كذلك؟ وهو الوضوء بفتح الواو كما تعلمون. لذلك أما إذا كان في إضافة أو قيد، إذا كان بالك الماء هذاك معمر بشوية بالعسل ولا شوية اللبن وتتوضا في الليل ما تشوفوش يا أخي كذا، ما تشوفوش بعينك، فمك يعرف يقول حبس الماء هذا ما يصلحش. ولا يجيبوا لك قرعة جازوز ولا قرعة جازوز بيض يا أخي، جازوز بيض صافي كي تشوفوا بيض تقول ما تتوضا يديك ما يفيقوش. أما كي توصل لهنا يقول لك حبس عود، هناك شرط وصف من الأوصاف تخلف. وممكن الفم ما يفيقش، يوصل الوذنين دوزيام باراج هنا الوذنين الأنف، كي يوصل الأنف خلاص أو فهمتوا، وبعدين تكمل الوضوء نتاعك نورمال. ولو كان العكس أنا أيوه أها نسك صدارة خاطئ نظميه عادي توضأ ومبروك عليك. هكذا جماعة الخير. لذلك العلم نبحث عنه، ولكن هناك منطق، بل هذا المنطق عرفناه ولا لم نعرفه حتى في الأمور التي لا تدركها عقولنا. المنطق يقتضي أننا لا نعرفها لأن عقولنا قاصرة، والسلام عليكم. وهذا في حد ذاته منطق. أبو بكر الصديق قالوا كيف عرفت ربك؟ قال عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. العجز عن الإدراك إدراك، والتفكير في ذات الله إشراك. شوف، العجز عن الإدراك إدراك، معنى أنك أدركت أنك هذيك هي حدودك، والعقل محدود كما البصر محدود كما السمع محدود كما كل شيء محدود. العجز عن الإدراك إدراك، والتفكير في ذات الله إشراك. لذلك جاء الغسلة الثانية والثالثة قلنا هي السنة. الثامنة الاستياك، استعمال السواك، هذا أيضا من فضائل الوضوء، استعمال السواك. وكذلك ترتيب السنن وترتيب سننها كما ورد في المتن، في متن سيدي خليل، وكذلك يعني مختصر الفقه، وكذلك في متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني. وإذن ترتيب السنن. 19 قلنا الدعاء بعد الوضوء، كي تكمل الوضوء تدعو بعد أن تشهد إلى محمد رسول الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. هذا من فضائل الوضوء. رقم 11 صلاة ركعتين، هذه هي 11 من فضائل أو مستحبات الوضوء، بمعنى من تيسر له الأمر يصلي ركعتين. وهذه قلنا هي من نوافل ذوات السبب، مثل ركعتي تحية المسجد. تحية المسجد اللي يدخل درك يصلي ركعتين ماشي واجبة، ثقي قال نافلة ذات سبب، يعني الساعة 7 يمد يشم الجامع بنية المكوث. لو كان بنية العبور بغى يدخل منا يخرج منا
كاش ما نسى حاجة ولا ما يصليش ركعتين. جا عابر ما جاش يريح. أما اللي جا بنية باش يريح يبقى ثم يصلي ركعتين إذا كان ما نساهاش، ولكن هذه من السنة. طيب كيف هذا أيضا ركعتي الوضوء بشرط، ذاك بشرط يسعى شرط ركعة الوضوء أن يتوضأ في وقت تحل فيه صلاة النافلة. إذا كان توضأ بعد العصر مثلا على 5 بغى يجدد الوضوء ولا على 6 ما يصليش ركعتين. علاش يصلي؟ خاطر الوقت هذاك ممنوع صلاة النافلة من العصر إلى المغرب، ولكن باقي الأوقات يصح. وفي أوقات أخرى أيضا لا تصح فيها الصلاة، وقت شروق الشمس وغيرها، هذه أمور تعرفونها. هذه كملنا الآن. نروح مع الدرس رقم 12 كما قلنا، نشرع في موضوع جديد وهو نواقض الوضوء. قال صاحب المتن ابن عاشر رحمه الله في البيت رقم 73 وما بعده: فصل نواقضه 16. أعطنا العدد من البداية: بول وريح سلس إذا ندر، وبعدين يقول وغائط نوم ثقيل مذي. شوف الدقة، وين لازم يقول الوصف ما قالش نوم. كي قال بول قال بول، معنى قطرة بول خرجت خلاص. إذا كان الريح خرج شوية خلاص أكرمكم الله. الغائط طبعا نذكر هذه الأمور بلا ما نعود كل مرة. لا حياء في العلم. هو الناس يقول لك لا حياء في الدين، يقول لك لا حياء في الدين، هذا خطأ. ماشي كل عبارة نسمعوها نكرروها. نقول لا حياء في العلم، أما الدين عنده الحياء هو كيفه. بالعكس لكل دين خلق، وخلق القرآن الحياء. هذه رواية من رواية الحديث، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الحياء خير كله. شوف الحياء خير كله. حديث آخر الحياء لا يأتي إلا بخير. حديث آخر في البخاري ومسلم، تعرفوا الحديث: الإيمان 60 شعبة. هذه رواية البخاري، ورواية الإمام مسلم 60 شعبة. هذه نتاع البخاري، أما نتاع مسلم 70 شعبة. أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى. وفي رواية أخرى والحياء شعبة من الإيمان. إذن كاع هذه الأحاديث ويجي واحد يقول لك لا حياء في الدين، لا نقول لا حياء في العلم. إذن يقول فصل نواقضه 16: بول وريح سلس إذا ندر وغائط. هذه كامل ذكرها مطلقة بلا قيد، ولكن كي وصل النوم قال نوم ثقيل، زاد له الوصف نوم ثقيل مذيو هكذا. سكر ما قاش واحد يسكر بزاف. سكر وإغماء ولو للحظة إغماء، جنون وديم إلى آخره. يعني ذكرها كامل. هذه نواقض الوضوء في متن مختصر مركز في نظم مركز، بدءا من البيت الشعري رقم 73 وما بعده. الآن نبدأ في شرح هذه النواقض. أولا نبدأ بأنواع النواقض. هناك 3 أنواع. النوع الأول يسمى الحدث، والنوع الثاني أو الأحداث. النوع الثاني يسمى الأسباب. النوع الثالث ما هو ليس حدثا ولا سببا، معناه تروازيم كاتيجوري، الصنف الثالث، ما هو هك. نبدأ الآن الحدث. ما معنى الحدث؟ الحدث وصف مانع من الصلاة، اسمه يدل على معناه. الحدث وصف مانع من الصلاة. يكون الإنسان يصلي، بغى يصلي ما يقدرش يصلي إذا كان انتقض وضوءه. هناك حائل، هناك مانع. إذن الحدث وصف حائل أو مانع للصلاة أو من الصلاة. والحدث في تعريف المالكية نعتقد أنه تعريف دقيق. قال لك هو الخارج المعتاد. شفوا عليها، هو الخارج المعتاد.
من المخرج المعتاد على وجه العادة. 3 قيود. هو الخارج المعتاد أين ديث فغنسي بنادم بشكل طبيعي، بشكل طبيعي. مثلا البول ممكن قرص قبيليث أمان تسع، أمان تشوف يعني الذوق، الذوق. ما يقولش ربما هذا الكلام تقولوا ربما يخدش، ربما يبرزي شويه بعض الامور هكذا. لذلك كاين الكنايات والتوريات في الادب. موجود ما يسمى بالتوريه، موجود ما يسمى بالكنايه، كنايه عن كذا، توريه. احيانا نستخدم اسلوب الاستعاره. هذه الاستعارات سواء كانت مكنيه او تصريحيه كما قرر ذلك اهل اللغه والادب، هذه كلها تسعفنا في ايصال الخبر او في ايصال المعلومه او في تحقيق المقصد، تحقيق المراد، دون خدش للحياه ودون الحاق للاذى ودون حرج. فهمتوا المساله كيف؟ هذه الذوقيات هذه موجوده وفي امور كثيره جدا جدا جدا، والقران يعلمنا هذه الاذواق، يعلمنا هذه الكنايات لنستخدمها ونستعملها في امورنا. لذلك يقول لك الحدث يعني مثل الغائط اكرمكم الله، واحد يشوف الفضلات ينس يتشاير وكذا، بعد يروح للطواليت باش يفرغ روحه، يعني عادي. ريزمون دايور الحمد لله، وهذه كلها النعم. البول هو اللي يدخل الفيسي ويخرج لازم يحمد ربي. اللي بغى ما يحمد ربي اكثر يشوف اللي عندهم عندهم تيوات مساكن، عندهم قنوات مساكن بالخيوط بالتيوات. وشفت الصوندا هذيك يشوفها في السبيطار مسكين يخبيها تحت المطرح وكذا، وتيوات كاع مربوط بها، ولا حول ولا قوه الا بالله. علاه نقول لكم يا جماعه الخير باش نحمدوا ربي على نعمه الصحه، لانه الصحه يقول لك الصحه تاج فوق رؤوس الصحه لا يراه الا المرضى. ذو التاج يفتج الملوك، ذو التاج القران ويكسن القيماس وين كني ونساره تزمرث ذوينا قزران شو تسوى تزمرث. اكون يفكر ربي تزمرث نزمرث. اذا يا جماعه الخير هو الخارج المعتاد. اذا اين كنت يثفغن السجنه بشكل عادي طبيعي. وبعدين من المخرج المعتاد اللي هما السبيلان. شوف ذي الفقه يستخدم مصطلح فيه ذوق رفيع، يقول لك الخارج من السبيلين ثاين، يعني البول يسعى فريديس، الغائط يسعى فريديس. هذا هو المقصود من المخرج المعتاد. من بعد علاش قال على وجه العادة؟ معناه في حالة المرض ماهوش عادة. لذلك كي يشوفوا واحد البول يخرجوه بالتيوات، هل ترى وضوءه ينتقض؟ لا ينتقض عند فقهاء المالكية، ولكن عند بعض الفقهاء ينتقض. ممكن واحد يسأل، خاصة ندركوا الفتاوى الآن على الهواء وكذا، قالوا يقول لك تطيح معك شي واحد فقيه لا يعمل بالفقه المالكي ويفتيك بانتقاض الوضوء. سي ولدي ديجا ممكن يصحى في كوال تلقى حرج باش تعاود الوضوء، وما ادراك باللي راه مسكين مريض باش يتوضا. ستان بروجي، شكون لديه شكون يرفدو ويجيب الماء ويحطوه ويعصر روحه مسكين وكذا، صافي يتوضا مره واحده، توضا الظهر على الاقل يصلي بها العصر، يصلي بها العشاء المغرب. البول هذاك اللي يخرج منه هو خرج البول،
بويسك البول هذاك ما خرجش من المخرج المعتاد لا ينتقض وضوءه. فهمتوا؟ لذلك تعريف المالكية عند العلماء المحققين هو أحسن تعريف. يقول لك هو تعريف جامع مانع، هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد، ماشي عن طريق تيوات، على وجه العادة. على وجه العادة هنا نستدعي قضية أخرى. الرعاف، فانزار واحد مري فنزر، هل ترى ينقض وضوء؟ لا، كان يصلي وبعدين ولا مازال ما دخلش الصلاة، خرج الدم من نيفو، فغندي ذمن سكوان زرنيس ويجي قارنس فانزر استقبالي صارت اسم الرعاف. انتم تعودوا وضوء ما تعودوش؟ مالكمش تعودوا؟ مالكي ما تعودوش، وانتم المشايخ تعودتوا، كنتوا تعودوا زمان فانزر ما يفنزريو السر كان إذا مني، السر كذا مني. برافو، بارك الله فيك. شوف فقهاؤنا شيوخنا الزمان الله يرحمهم كانوا حريصين جدا على تثبيت المذهب المالكي المرجعية في الوطن لسببين. السبب الأول أن هذا البلد منذ قرون يعتمد المذهب المالكي، منذ قرون. السبب الثاني باش ما يثقلوش على الناس، ما يجيش واحد الوقت هذاك قبل 70 سنة 60 سنة يروح يقرر الفقه ويجيب لهم الفقه المقارن، عند الشافعية كذا وعند الحنابلة كذا وعند الحنفية كذا. وين يفهموا هذه؟ يقولوا أعطينا يا شيخ كيفاش نعبدوا ربي والسلام، هذا ما كان. لذلك الآن نروحوا للرعاف. ماذا قال عنه الفقهاء؟ المالكية والشافعية قالوا الرعاف لا ينقض الوضوء، والحنابلة والحنفية قالوا الرعاف ينقض الوضوء. فرد. والحنابلة والحنفية جاءوا بحديث ذكروا في هذا الباب، وقد ناقشنا في الموطأ إذا كنتم تذكرون، ولكن قال عنه الفقهاء أن هذا الحديث حديث ضعيف، وقال عنه المحدثون باش ما تقولش الفقهاء. الإمام القرافي مثلا ممن حكم بضعف تلك الأحاديث التي ذكرها الأحناف وذكرها الحنابلة. إذا سيدي خير ربي، وماناش نقول دروك حنا كنروحوا وين كاين المذهب الحنفي المذهب الحنبلي نورمال يكونوا زوج، نتايا وهو رافطوا في زوج، انت كيما قال الحاج اغسل الدم من هذاك نتاعك ما تعاودش الوضوء، هو يخليه يعاود الوضوء والسلام. لا تنكر عليه ولا ينكر عليك. شوف السيفيزم، شوف لي سبي سبورتيف، يعني هذه الروح الرياضيه. اذن واش قلنا في حكم الرعاف؟ اذن المالكيه والشافعيه واش قالوا؟ اما الحنابلة والحنفيه ينقض، هذا ما كان، يتوضا على روحه والسلام. بارك الله فيك. يلا الان نروح الى نذكروا، وطبعا موجوده اذا رعف في صلاته يتوضا. هذا الحديث رواه الامام الدراقطني، هذا الحديث هو الذي اعتمده الحنفيه والحنابلة اذا رعف في صلاته. يحكوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رعف في صلاته توضا. هذا الحديث حكم عليه بالضعف من قبل الكثير من العلماء، خاصه أنه المؤكد كما قال الإمام أحمد بن حنبل، قال لك إذا تعلق الأمر بالأحكام نتشدد في قبول الحديث، إذا تعلق الأمر بفضائل الأعمال وبالأخلاق يعني نتساهل ونيسر، وهذا الأمر يتعلق بالأحكام. هذا ما قاله الأئمة منهم الإمام القرافي صاحب الفروق. الآن إذن نعود. فصل نواقضه 16: بول وريح سلس إذا نذر، وغائط نوم ثقيل مذيو، سكر وإغماء جنون وديو إلى آخره. قلت من البيت 73 وما بعدها يتحدث عن نواقض الوضوء. نبداهم يون. نبدأ بالأحداث. إذن فهم الحدث تعريف نتاعو به ينتقض الوضوء. كاين 8 الأحداث، كاين 8. الحدث المزوار هو البول. يفغند ومن انتسى سقمذان
من السبيل المعتاد، ماشي ست يوثنني بقاذي موضانني خاطئ وقاذي نسفهمي ثنيت صافي. البول الناقض الأول وهو حدث. الناقض الثاني هو الغائط. الغائط كما ورد في القرآن الكريم، يعني ما يخرج من القبول يسمى البول، ما يخرج من الدبر يسمى الغائط، الفضلات الخارجة من الإنسان، وربي يعافينا جميعا. ثم خروج الريح. الحدث الثالث هو الريح. أظن ديفغان نفسنا ديفرانس سيتعبط بنادم، ولكن داكي لابد أن نفتح قوسا. كاين اللي عنده الوسواس دائما مسكين توسوس، يدير حركه يقول لك خرج الى اخره. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح قالوا لهذاك الانسان، قالوا ما تخرج حتى تسمع صوتا تشم ريحا. بمعنى ماشي ملي كدويس الوسواس غاس تصفض الما سليض الصوت نغ شمض الريحه. وهنا تأتي القاعدة المعروفة في الفقه: اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. ثوض الوضوء أقركس الوضوء ماشي مثل حريك تعبطيه إذا تخدم ضمافات اللي تضرب توضي. وطبعا هذا أشرنا إليه مرارا، قلنا بلي هذا مدخل من مداخل الشيطان باش يشوش على الإنسان ويثقل عليه العبادة، يوسوس له في العبادة نتاعو، يشك في كل شيء. لذلك تفكر دائما هذه القاعدة: اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. لذلك الريح، ما إذا تيقنت بخروج الريح خلاص، اللي يخرجوا له الريح ماشي دغيا يبليش يدخل الفيسي. ترى بعض الإخوة يسقساو هكذا، لا روح ديريت الوضوء وقادر ما تدخلش كاع الفيسي طول النهار. دخلت الفيسي على الفجر وتوضيت وجا وقت الظهر روح غير عاود الوضوء اذا خرج لك الريح ولا شكيت ولا، وجا وقت العصر ما تروحش كاع اذا خرج لك الريح ما تعاود غير الوضوء فقط، انتقض وضوءك. فهمنا اذن هذا الحدث الثالث هو الريح. الحدث الرابع هو الودي. ما هو الودي؟ ماء ابيض يخرج عقب البول. كاين واحد كي يتبول مي سفغمان نتسا من بعد يتفقد يونك ليكيد ذا شبحان ذا ملال لزيج يتسد جوست ابري البول، يكفى البول سفغمان نتسا غادي يفغ. وينا ما يفقد ذينا نسى يتغل الوضوء يعني يستنجى هذه السيرة ميدي يفغ هذا ينادي يروح نورمال. ولكن الوديني لازم يغسل، بمعنى ماشي واحد يغسل خاطر ديفوا واحد يعني يخرج الامام تاعها يغسل، ولكن بعد لحظات ثواني يخرج هذا الماء، هذا ينقض الوضوء. والرابع المذي، هذا ماء ابيض ايضا رقيق، هذا يخرج عند اللذة، حينما يشعر الإنسان باللذة يخرج هذا المذي، هذا أيضا ناقض للوضوء. السادس خروج المني، ولكن بغير لذة معتادة، خاطر إذا خرج بلذة معتادة صافي ذينا يستوجب الغسل. ولكن ميم المني إذا كان خرج بغير لذة معتادة، شوف الدقة في الفقه، إذا خرج المني، هو القاعدة أن المني خروج المني يستوجب غسلا كما سنشرحه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. ولكن هنا نتحدث عن نواقض الوضوء. إذا خرج بغير لذة معتادة فهذا يستوجب الوضوء ولا يستوجب الغسل. والسبعة الهادي وقي خاص بالنساء، هو ماء أبيض أيضا يخرج عادة من الحوامل. النساء المرأة كي تكون حامل أحيانا يتصفغد سيس اللي كي داقي ذا الشبحان لزيج،
الماء المرأة الحامل لا تحيض، صافي تصلي الصلاة تصوم إلى آخره، ولكن ما يفغسد الهادي قرص الهادي باش نفرقوه عن المياه الأخرى التي تخرج من الإنسان. هذا ماء أبيض يخرج عادة من المرأة الحامل، فإذا خرج منها هذا يستوجب وضوءا فقط، فهو من نواقض الوضوء، وضوءها منتقض. والثمانية دم الاستحاضة. دم الاستحاضة نفتح قوس خفيف. أولا الحيض بالنسبة للنساء، الحيض إذا كان جاءت العادة الشهرية بالنسبة للمرأة، دورة العادة الشهرية، ذينا لا تصلي ولا تصوم ولا تقضم بعد طهارتها، ولا تقضم الصلاة. علاش تقضي غير الصيام والصلاة؟ اي بارك الله فيك. شوف، تخفيفا من الله عز وجل على النساء، خاطر رمضان يجي غير شهر في العام، صافي تجيها عاده مره في رمضان. كاين اللي عندها 3 ايام، كاين عندها 5 ايام، كاين عندها 7 ايام، كاين عندها 9 ايام، كاين عندها 10 ايام، فيها تفاصيل. ولكن في كل الاحوال اقصى مده الحيض 15 يوم عند كل الموسعين من الفقهاء. إذا كان 15 يوم معناتها هي مطالبة باش تقضي 15 يوم في 11 شهر، صافي يهوه سهلة باش تقضيهم. وممكن تقضيهم في شعب. نظرك الآن كاين نساء اللي راهم يديروا كذا باش يقضيوا العام اللي فات، رمضان اللي فات. علاه؟ باش ما يدورش عليهم رمضان هذا، وإلا لازم يقدموا فدية التأخير. تخدم فدية تأخيري ما تخدم الروطار. طبعا لغير المعذورة، خاطر المعذورة ثاني لان استاذيست نغ ثلا ذي النفسة نغ السطوظ نغ صمت كذاكي خاطئ في كذاكي عندهم أعذار. طبعا سيأتي البيان إن شاء الله في الوقت المناسب. لذلك الآن لا نتحدث عن الحيض. لذلك حكمة الله اقتضت أن الصيام تقضيه المرأة، أما الصلاة فلا تقضيها. لماذا؟ لأن الصلاة يوميا 5 صلوات 5 صلوات 5 صلوات، صافي ذلك معنى كل شهر تقضي 7 أيام ولا 10 أيام، ماشي حاجة سهلة. وهذا من الحرج بمكان، وربنا قال في القرآن: وما جعل عليكم في الدين من حرج. يلا، دم الاستحاضة هو دم علة كما يقول الفقهاء. دم الاستحاضة دم علة. إذا من يدي الثغن سيت مطوث، إذا من يفسدن، إذا من يخسرن، إذا من اللهلاك وكذاكي باش نفرقن، ماشي إذا من الحيض يدي تسلسل يتمطوث بشكل طبيعي كل شهر إلى أن تصل إلى سن اليأس مينوبوز. قبل تصور السناكي ساعة. ولكن دم الاستحاضة يجي ذي ذم فساد. طبعا يجي فيه دقة كثيرة. ألوان الحيض 5 بلا ما يشمل الأمر يجي خاص بالنساء. ثم دم الاستحاضة يجي قلنا دم علة ودم فساد. وجي المرأة مثلا إذا كان عادتها 10 أيام مثلا، تستظهر 3 أيام 13 يوم، بعد ذلك الدم اللي يجي يعتبر في حكم الاستحاضة لا في حكم الحيض. معنى تصلي وتتوضأ وكذا. الدرجة ما إلا وسند إذا مناقي عادي وسند أتعود كان الوضوء وتخدم على الغسل ماشي بالحيض. دم الحيض وإن مرث زدي ينتهي قرؤها ذينا إلى أتدوشك، يعني أتخدم الوضوء الأكبر. ما إلا دم الاستحاضة وضوء أصغر الوضوء كان. لذلك جهل النساء وبعض النساء لهذه الأحكام يسفري ومساكن لن تلاوني ونسينا رثي مسالاكي تشرعيث تسفرينت صاف دير ميديفا كان إذا من عيوذ ومن بعد لا دوش تكرهك وتصلي تكره كلش. وكان اللي تخلاو عن الصلاة باسكو والزمير تاعها بزاف. لذلك لابد من الفقه. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية رضي الله عنه. لذلك يا جماعة الخير هذا الأمر لازم نديره في البال، ولا تفرق بينهما، ولا حياء في العلم. نعود مرة أخرى قلنا القرار لا حياء في الدين، ديني لا حياء في العلم. لازم المرأة تسأل وتجد وكذا. وخاصة في رمضان كاين بعض النساء تضطرب عندهم العادة الشهرية. أديوض رمضان
كل شيء ينقلب ياكل. العادة الشهرية تضطرب، حالة اضطراب كبيرة جدا عند بعض النساء، لذلك لابد أن يتعلمن هذه الأمور. إذن قلنا 8، هذه كلها أحداث. إذن الحدث هو وصف مانع من الصلاة، والحدث هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجه العادة، وعدده 8 راكم سمعتوهم. ثم نروح مباشرة إلى فقط السلس باش من نكملوا هذا الموضوع، موضوع السلس. جماعة الخير، السلس اللي عنده سلس البول، كاين اللي عنده سلس البول يخرج البول منه بزاف، وكاين اللي عنده سلس الريح يخرج منه الريح بزاف. وهذا كيفاه؟ دي فوا يتوضا ويدخل الصلاة ويحس باللي الدم، يحس باللي يخرج منه البول ولا يخرج منه الريح. اللي يجي الذي لازمه الريح أو البول يدخل في باب السلس. والسلس اللي عنده سلس لا يغادر، لا ينتقض وضوءه حكما. ممكن هو باش تدخلها له هذه صعبة، على بالك نعرف الناس والله ما يدخل الجامعة، ما عندهاش بزاف. واحد الدشرة هنا في الولاية، واحد درنا اجتماع داخل هكذا، هو ما حبش يدخل. بعدين حتى قالوا لي فلان عضو اساسي، بعد شكيتها كيفاش ما يدخلش؟ ناس يا جماعه خذوا جيبوه. الشخص اللي راح جا ليا قال لي يا ولدي عنده عذر شرعي. شو العذر الشرعي يا فغر ورص يا راس هذاك اذا كان ما يصليش ويدخل، اذا كان ما يصليش كامل ويدخل رانا في هم او كيف ما يحضرش. كي يدخل خرجت عنده انك الشيخ انكظام زالو ذا شو اكرمك الطفاره ذي البوله ما انت ستفني سواطاس انك ذو كذا خمر ربي انت يخدمك التاويل يعني مش ويخدم لك وش يخدم، يخدم الله غالب الهلاك الهلاك اللي عنده الصحه يحمد ربي، واللي ما يفكر ربي تزمت يحمد ربي، ولكن موضوع سديو ربي شفا وسديو ربي صبر خاطر ماشي اللي سهلا. أم بعد المس فهم غيناك الجمعة وتظل غارة أكثر من 8 سنين وريزول على الجمعة ذي المخيس إناك كينو وتظل غارة إنك ما روحا كثيك ولا تيزي وزو أظل غي برا خاطر تيزي وزو قال الجامعة تشور اللي ظل دي برا. ليش يمكن يثدر في الجامعة صافي لقاتش مغير داخل زال واحد اللي برا قلت مسكين النية وكذا يشمل على كل حال. لذلك يا جماعة الخير لا حياء في العلم لابد، والسؤال مفتاح العلم. لذلك ونسعى عن السلاسل البول وسلاسل الريح حرجوا عنهم مرفوع، كما سنذكر بعد حين في موضوع الشك ما يسمى بالمستنكح الذي يكثر شكه. وطبعا اللي عنده هذا السلس يعني يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت والسلام. طيب ثم نروح ثانيا إلى الأسباب. قلنا أولا الأحداث ذكرناهم 8، ثم نروح للأسباب. هذه أسباب ماهيش أحداث، من خلال كي نتحدثوا عليها يبان هذا الوصف هو يصدق على هؤلاء. السبب الأول هو زوال العقل. إذا كان واحد راح له عقله، والعقل مناط التكليف، ولكن ما هي أسباب زوال العقل؟ السبب الأول هو النوم. واحد كيكون نائم كاش ما عنده عقل، ما عندوش عقل راح راقد. إذا كاين امرأة اللي ترقد، الأم ترقد على وليدها تلقاها الله يرحم الشهداء مات. النوم. ولكن علاش اعتبر النوم سبب؟ يقول كان توضيت نورمال وما كليتش بزاف وكان نورمالمون ما يخرج والو. واش يقول الفقهاء؟ قال لك النوم مظنة خروج الناقض. شوف كيفاش يعطيو لك. تقول انا كيف انا نعرف روحي ما كليتش وتوضيت بيان وزيد لك غير شويه واحد 4 ساعة. الفقهاء قال لك النوم مظنة خروج الناقض. كي تكون ماشي راقد متحكم في روحك
على بالك عندك الرقابة ولا لا؟ وهذا شيء طبيعي، رقابة. سوتو راك تحضر الصاد كيما رانا كيما متوضين، على بالنا من صلاة العشاء، الرادار راه موجود، بعد صلاة العشاء ننساو رواحنا ولا لا؟ لدرجة كنت تقول واحد تقول لي برك وكيف انت راك على الوضوء مش على الوضوء، ما على بالوش. مي درك الان كلنا في حذر، في يقظه، خاطر على بالنا باللي رانا على وضوء نستناو صلاه العشاء. يلا، النوم اذا هو يدخل تحت هذا النوع. النوع الاول زوال العقل. من انواع زوال العقل او اسباب زوال العقل النوم يغص، ولكن النوم الثقيل سواء كان قليلا او كثيرا. النوم الثقيل هذا ممكن واحد يرقد 5 دقائق 5 دقائق، ها صح. والنوم الخفيف لا ينقض الوضوء. النوم الخفيف، والفقهاء داروا له واحد الضابط، قال لك النوم الخفيف اذا كان مازال يسمع اصوات من حوله أو لم يسقط الشيء الذي بين يديه. هما بكري يعبروا عليه بالسبحة، كي قارني مغارزي تفض السبحة ديك فوسي موش تغليرة صافي أخذتك السنة. هذه موجود دليل. كاين منكم اللي يسوق الطوموبيل ويرقد، أليس كذلك؟ يغفل هكذا ومازال أخويا هذاك وضوءه لا يزال قائما. إذا سقطت السبحة من يدك ولا الفولوم اللي يدك، ربي يعافيكم ويعافينا ان شاء الله. يلا صافي. النوم حكينا عليه. اثنين، الجنون. هذه الانواع نتاع زوال العقل. تحت هذا النوع كاين انواع او اقسام. كاين النوم ذكرناه، كاين الجنون ربي يعافينا. الجنون فهو الجنون. ما هو تعريف الجنون؟ هو آفة تصيب العقل فتعطل أدواته. تمام، مجنون. وكاين واحد يشبه له اسميس العتا، وكاين واحد يشبه له اسمه السفه. وقاعد نشرح هذه الأمور نروحوا كامل، هذه نحتاجوها بزاف في المعاملات، ولكن فقط ذكرتها باش نعرفوا باللي كاين امور يعني مشابهه، ولكنها لا، ليست الاحكام تختلف من الى، تختلف من سبب الى سبب ومن طارئ الى طارئ. الجنون. وثلاثه، الاغماء. واحد ماشي مجنون، اغمي عليه، مسكين يذوخ، اغمي عليه. فاذا اغمي عليه فالاغماء هو ايضا سبب من الأسباب التي تسمح للإنسان بتأجيل صلاته إلى الوقت الضروري بلا إثم أو ذنب. الأسباب 10 التي تسمح بأداء الصلاة في الوقت الضروري أو تأجيل الصلاة من الاختيار إلى الضروري. من هذه الأسباب الإغماء. إذا كان أغمي عليه واستفاق في الوقت الضروري، هل يؤاخذ؟ لا يؤاخذ، لأنه كان في حالة إغماء. صافي. وثلاثة للإغماء. وأربعة، السكر. ما يسكر ولكن شرب الخمر لا ينقض الوضوء. هذه ما تقولوهاش، خليوها برك أنا. سبحان الله. من السكر سواء كان بأي وسيلة من وسائل السكر. يلا ثورة نروح إلى النوع الأول ذكرناه، نروح إلى النوع الثاني وهو اللمس. طبعا اللمس لاقي يعني بعض الفقهاء حملوا الملامسة على الجماع، وهناك جدل فقهي في هذا الموضوع كثير. أحيلكم إلى الكتب المختصة في هذا الباب، وكذلك إلى ما ذكره ربنا في سورة المائدة الآية 6: أو لامستم النساء. والمفسرون قالوا كلاما مطولا في هذا الباب. أنصحكم بقراءة كتاب الجامع للإمام القرطبي، وكذلك كتاب الزمخشري، وكذلك كتاب ابن كثير، وكذلك تفسير الإمام الطبري.
يعني هذه من الكتب التي أنصح بقراءتها لفهم هذه الآية السادسة من سورة المائدة، أو لمستم النساء. النوع الثالث مس الذكر، هذا أيضا فيه تفاصيل. أنصحكم بقراءة كتاب المدونة في الفقه المالكي، وأنصحكم أيضا بقراءة كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للمرحوم وهب الزحيلي، فصل فيه كثير، وكذلك كتاب سيد سابق اللي هو فقه السنة، رحم الله الجميع. خاطر نقول لك بحائل وبغير حائل، وأنا بصراحة هذه أرجح رأي الأحناف، هذا ما كان يعني كي تقراوا تعرفوا علاش رجحت هذا. ومن أقوالهم قال لك بأنه هذا جزء من جسد الإنسان، يعني عندهم حجج قوية. مدرسة الأحناف مدرسة أهل الرأي قوية جدا في هذا الباب، ولكن احنا في خير الحمد لله. اقتنعت بهذا أو بهذا، وعلى بالك تحتاج الفقه هذا متى؟ عند المشكلة تستعين به. هو ممكن واحد منكم يدوش وكذا وكذا وكذا، وبعدين دار هذا اللمس، وبعدين كيف ممكن في حرج شديد، وبالك ما كاينش الماء، وبالك تفوتوا صلاه، وبالك خلاص قال يلا استحضر الفقه الحنفي وروح على روحك عادي، وضوءك لا ينتقض والسلام. كما قلنا لكم في موضوع الحج تلقى الفقه المالكي يعني رفع الحرج عن الامه كثيرا. اللي خارجين من العرفات يروحوا الى منى والمبيت بمزدلفه، والحجاج على بالهم بالحرج وبالوضع كيف كاين. كاين اللي يقول لك يا خويا نبات في مزدلفه، وكاين اللي بات ومات كاع، يعني له في حرج شديد. ولكن المالكيه قال لك لا، يجزئ حط الرحال. البيس راه يمشي، احنا نهبطوا غادي البيس كيفاش يمشي 17 ساعه من عرفات الى منى، 17 ساعه سيركيلاسيون. البيس هكذا الدرود هذا. مره كان واحد الله يذكره بخير رقد لهم ثقيل، كي شاف بلاكه لهيه قال مكتوبه كذا، رقد حتى نشبع وناض وصل، مازال ما وصلش البلاكه هذيك. قال لك البلاكه هذيك قال لي مازال ما وصلناش، خاطر الرضا كل بالك 10 دقائق دير هك. هذا ما كان. ولكن رأي المالكي يرفع الحرج عن الأمة. أقول هذا الكلام باش أي واحد منكم وقع في هذه المسألة يا خويا يعمل برأي المالكية. حط الرحال عندك دقيقة ولا زوج، اركب الكار وكمل، ولا كمل أبي، خاطر كي تروح أبي 3 ساعات توصل 3 زور، وكاين أقل شوية وكاين أكثر شوية. رحت في البيس تريح هكذا في البيس 16 ساعة 15 ساعة. قول لي برك ديجا ذي مغارن، وقالوا الزميره كي اللي خاض روحوا فوغار ولا القيمه هكا البيس 16 ساعه القيمه ديالنا. وهو بيان سو تحوج ديمانيك وقيد اللوز وقيد الفاد وقيد كذا وكذا، سورتو قاعد يصنع يعني المشاكل الصحيه. ننصحهم روح ابي، روح يفشيك تضرب به الصحه وكمل. المالكيه رفعوا الحرج عن الامه، عن الحجاج، خاصه مع كثرتهم. شوف الفقه كي يكون عندك في دماغك يا خويا، هذه كلها مخارج. اتفاق العلماء حجة قاطعة، اختلاف العلماء رحمة واسعة. فرات ولا ما فراتش؟ فرات. وفيكم بركة. شوف كيف نبراو كاع. ثالثا نتحدث الآن ما هو ليس حدثا ولا سببا. النوع الثالث، واحد الردة. هذا ما هو حدث ما هو سبب، دخلوه الفقهاء في هذا الصنف. قال لك ما هو ليس حدثا وليس سببا. أول حاجة الردة. ما معنى الردة؟ الردة كفر بعد إيمان، باختصار مختصر مفيد. يقول ما يجي الإسلام الذي يسلم من بعد اللي بطلت أكيد هنا بطلت ذاين، إما ينكر الدين ويدفع على حتى دين يعتبر كذلك، إما أكيد كذو غلط ذا مسيحي. هذا من سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم. كيف من وقف في حكم المرتد، وقف مرتد تجري عليه أحكام الردة. ومن أحكام الردة انتقاض الوضوء نتاعو انتقض. ممكن يقول لك ثم قرن تخدم في الفقه وضوءك منتقض، ما ثغى ضد إلى قلادوش إلى شهادة إلى كلش هذه عودة جديد. يلا الردة. إذن قلنا ثالثا ما هو ليس حدثا ولا سببا، ذكرنا الردة كفر بعد إيمان.
النوع الثاني ذكرنا الشك. الشك يعني في نقض الوضوء، اللي يشك في نقض الوضوء يتوضا إذا كان شك، طبعا مليح. ولكن إذا كان هذا الشك ما يجيش دائما، طبعا مليح. الشك إذا كان ملازما للإنسان يصبح في حكم المستنكح، وهنا نأتي بالقواعد المعروفة: اليقين لا يزول بالشك، واليقين لا يزول إلا بمثله. وإذا كان يشك كثير يبني على اليقين. هذا مكان سواء في الوضوء ولا في الصلاة. غير المستنكح هذا المشهور في المذهب، ما قلت لكم هو المشهور في المذهب. وفيه مسائل مهمة. تغسيل الميت، خاطر كان اللي يفهم باللي واحد كي يغسل الميت ولا يرفد الميت لازم يعود الوضوء. تلاحظون كي ينتفض السرد الميت نغ يرفد الميت وكي لا ينتقض وضوءه، لا ينتقض وضوءه. خاطر الحديث اللي ذكروه من غسل ميتا وقيناك فليغتسل، هذا حديث ضعيف، لذلك لا تؤخذ منه الأحكام. فمن غسل ميتا أو حمل ميتا فوضوءه لا ينتقض. هذه مسألة. القهقهة في الصلاة أيضا لا تنقض الوضوء. أيضا القيء والرعاف. القيء والرعاف، القيء حاشاكم إرران، الرعاف ثنزار. سمعتوا واش قلنا في التعريف نتاعو؟ الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجه العادة. نمس فهم صافي وين فنزرن فندي ذا من سوقان زرنيس نغير راد وقي لا ينقض الوضوء. والإمام القرافي في الأثر كي دبنا كل العلماء لا يثبت منها شيء، يعني كاملة. وبعدين ما يمتنع عمله عند حدوث الناقض، ما لا ينتقض وضوءه. أول حاجة ما يديرهاش الصلاة. لماذا؟ لأنه مفتاح الصلاة الوضوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الحديث خرجه الإمام الحاكم في مستدركه وغيره. طبعا الصلاة كنقول الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا. وبعدين الطواف بالبيت العتيق. شوفوا اللي يروحوا تما بين الطواف وبين السعي بين الصفا والمروة. السعي بين الصفا والمروة ممكن يؤديهم بغير وضوء، ولكن يسبق في الطواف. لا يمكن أن يسعى إلا بعد طواف سابق. والطواف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه الإمام البخاري قال: الطواف صلاة، هكذا اسمه الطواف صلاة، إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام. في الطواف يجوز باش تهضر وتحكي وإلى آخره، ولكن الأفضل الإنسان يلتزم. بعد واش قال؟ فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. هذا هو، ماشي واحد يكسر تما ويفري لي زانفيستيسمون لي بروجي نتاعو الشوط الثالث الرابع بغا يتلفوا له، يقول شحال الطواف اللي درت 3 ولا 4 ولا 5. إذن فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. 3 مس المصحف أيضا فيه أقوال العلماء. وبالنسبة للمعلم كاين استثناءات، والمعلمة حتى كي تكون حائض، يعني كاين تيسيرات في الفقه. يسروا ولا تعسروا، وما جعل عليكم في الدين من حرج. والله لي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.